في كذبة كلنا صدقناها، هي إن الراحة بتيجي بعد النجاح. أول ما أوصل للي أنا عايزه وأحقق هدفي كل التوتر هيروح وكل الضغط هيتشال وهرتاح، والحقيقة ده مش صح. الراحة بتيجي قبل النجاح مش بعده. السبب في ده ان النجاح رحله، النجاح مش سباق. طول ما انت متوتر وطول ما انت مضغوط وطول ما انت تعبان مش هتقدر تكمل المشوار للاخر. اللي بيوصل مش هو الشخص اللي بيفضل يجري على طول، اللي بيوصل هو الشخص اللي بيبقى عارف امتى يهدي ويشيل رجله من على البنزين وامتى يدوس بنزين ويكمل. ساعات رفضك للراحة ده بيكون هروب، انت بتبقى هربان من ان انت عايز تقعد وتواجه تعبك او تعترف لنفسك بالتعب وفي ان انت محتاج راحة. لازم تسمع لجسمك ولازم تسمع لعقلك وهو بيبقى محتاج منك بريك عشان تقدر تكمل. تعالوا كده نتخيل مع بعض او نفتكر اي سباق ماراثون. لو بصيت لاي حد محترف ماراثون ودخل ماراثون كذا مره هتلاقي اول ما السباق بيبدا ما بيطلعش يجري بكل طاقته مره واحده، بيبقى عارف امتى بيجري بالراحه وامتى بيجري جامد وامتى بيهدي وامتى بيسرع. لكن اللي بيبدا السباق باقصى سرعته ده بيتحرق في النص وما بيقدرش يكمل السباق، وغالبا ده اللي بيكون خسران. فالراحة هنا ما هياش حاجة كومبلمنتري وما هياش حاجة من كماليات الرحلة، بالعكس بل هي حاجة من أساسيات الرحلة. وطول ما انت عارف امتى تهدي وامتى تعرف تفصل وامتى تعرف تبص على الموضوع من بره هتقدر تكمل الرحلة. وانت لما بترتاح بتقدر تشوف الموضوع، الرؤية قدامك بتبقى أوضح، ولو في حاجة معينة محتاجة تتعدل بتقدر تبص عليها وبتبقى الصورة قدامك كاملة وواضحة عشان مخك ودماغك وجسمك بيكونوا مرتاحين، فبتقدر تحكم على المواضيع بشكل أفضل. اسمع لجسمك ودي لنفسك فرصة ترتاح عشان تقدر تكمل السباق. قولوا لي ايه رأيكم في الكومنتس، ولو تحبوا نتناقش في حاجة يا ريت تكتبوا لي. ثانك يو.